دلوقتي سبحان الله، يعني انت جات لك الحاجه دي، نفس الحاجه دي ممكن تيجي لحد تاني يقول ايه ده، دي مش فرصه اصلا. لا هي لحد هنا، خلينا أنا هقول لك. لا هي لحد هنا كانت فرصه. لسه بقى ما رحتش في لسه ما الانترفيو. رحتش تشوف. ايه اللي حصل وايه اللي سمعته وايه اللي شفته طيب، وايه قول اللي الاتفاق حصل. اصلا. قول اللي حصل. الموضوع هياخدك من دلوقتي من الارض انت للسماء ومن فرحان السماء بقى. للارض رزعه كده مره انت واحدة. فرحان أنت لقيت فاهم شغل إزاي؟ والاقامه هتتعمل لك بالظبط، وهتبقى حمدت فيه ربنا مرتب بالفعل وهيبقى فيه وكل شغل حاجه، وقلت وكل حاجه. اشوف الميه تكدب الغطاس، اشوف اخره ايه. حرفيا تاني يوم الصبح لبست بدلتي، ظبطت دنيتي، نزلت ركبت التاكس، رحت الشركه اللي هو وصفها لي. اول حاجه دخلت الشركه لقيت الريسبشنست اللي موجوده هناك فلبينيه، لقيت مش عارف ايه، قلت لها انترفيو. مستر محمد، الشخص اللي هو عامه اللي انا رايح له اللي هو كان قاعد معايا ده. بعد كده قام داخل لي مسلم عليا، قعدني في الميتنج، قال لي هيجي لك المدير بتاعك دلوقتي، هو اللي هيعمل لك ايه الانترفيو. قلت له تمام مفيش مشكله. هو قعد واستنى المدير بتاعي، كان اسمه بيوتر، كان بولندي، او بيوتريك، كان بولندي، تمام، بولندي الجنسيه. لحد هذه اللحظه الموضوع انا الموضوع عادي بالنسبه لي، جدي زي ما هو قال، دخل والراجل صدق. بقى المدير اللي هو البولندي اللي هو بيوتر، دخل بيوتر بسم الله ما شاء الله طول بعرض. ايه هاو ار يو؟ قلت له جود. انت دلوقتي اللي بيعمل معاك استنى الانترفيو بس، اجنبي، وانت انا اصلا اصلا ما بعرفش مفيش. يعني زيرو انجليزي. انا عم مش زيرو انجليزي، انا ماينس كتير قوي تحت الزيرو علشان اوصل ليه. ولقيته عمال بيكلم الميتنج كله ايه، كل ما يقول لي حاجه اقول له يس. وانت مش فاهم. هو يقول لي مثلا ايه، يقول لي do you have experience old؟ اقول له يس يس. اخر ما زهقت قلت له يا استاذ محمد، هو قال لي بص انا الخص لك الموضوع. قام لافف كده بيوتر ايه، انا ببص اصلا على وش بيوتر ده، وشه جابه احمر الوان. او لقيته بيكلم محمد ومحمد بيكلمه، فبيتخانقوا مع بعض، في الصوت عيله، فمش عارف ايه، فانا بقول لمحمد فيه، قال لي استنى انت. والله العظيم زي ما بقول لك كده، استنى انت، فاهم ايه، نتكلم معاه. المهم نو يس نو. ففي الاخر هو اوكي محمد اوكي ديل، خد بعضه بيوتر وطلع. بكلم محمد بقول له هو ايه اللي حصل وايه الكلام الانجليزي الكتير ده. قال لي من الاخر الشركه دي ما بيتوظفش فيها حد اسمه ما بيعرفش يتكلم انجليزي، وانا راهنت عليك. قلت له يعني ايه راهنت؟ استنى بس. وقال لي وانا راهنت عليك. قلت له يعني ايه راهنت عليا؟ قال لي المدير بتاعك ده عنده مشكله كبيره جدا، ان هو ما بيتكلمش غير بولندي او انجلش، وانت بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيب قلبي ما بتتكلمش غير عربي. فهو ما يعرفش العربي فمش هيفهمك، وهو بيتكلم بولندي وانجلش وانت مش هتفهمه. وده المانجر المباشر بتاعك اللي هيديك سكريبت او هيقول لك توجيهات، فانت هتتعاملوا مع بعض ازاي، انت هتشتغل ازاي. ده اقتناعه، ده اللي اتكلم معايا فيه. تمام. الشيء التاني ان الشركه دي بتوزع لك سكريبت كل يوم في السكاجوال عامه بتاع الشغل، في السكريبت بتاع هنبيع ايه، هنشتري ايه، في اسهم، في حاجات كلها، كل ده انجلش. قلت له طب وانت هتعمل ايه وانا هشتغل ازاي؟ بص يا باشا، انا عشان ما احرجكش معايا ومحدش يرفع الكارت الاحمر، انا باي انا ماشي، انا خلاص. قلعت. انا بصيت له كده وشكله يخوف اصلا. الله يمسيه بالخير محمد مصطفى، ولازم اذكر اسمه واذكر افضاله عليا، لان دي افضل عليا كبيره جدا. انت بدات دي ان انت شفت تشائمت بقى. قال لي يا ابن الحلال انا شفت فيك وحسيت فيك اللي مديرك اللي لسه طالع دلوقتي ده مش هيشوف فيك ولا حد تاني هيشوف فيك. انت مش شرط انك تستخدم الانجليش بتاعك، اتعامل مع الكلاينت العربي اللي هيفهموك وتفهمهم. السكريبت اللي هينزل لك حاول تفهم بيتكلم عن ايه وسرش عنه بالعربي واتكلم فيه بالعربي. وبعد كده مش هقول لك كده نقطه وخلصت، لا ده نقطه من اول السطر، من وقت ما تحط رجليك في الشركه، في الاوفيس، في المكتب. اتعلم المصطلحات اللي هتتقال قدامك
بالانجلش تحفظها في بالانجليزي زي ما اقرب هي. وقت. عايزك تحس من جواك ان بقى في ليفل جديد في حياتك بقى بالانجلش. قلت له هحاول بقدر